الملل، الكلمة دي لوحدها كفيلة تخلي أي حد يمسك الموبايل فورا. بس يا ترى إحنا فاهمينه صح؟ يمكن الملل ده مش عدو زي ما بنفتكر، يمكن يكون فيه سر، قوة خفية. في الدقايق اللي جاية دي هنكتشف مع بعض إيه هي القوة دي. طيب، سؤال سريع كده. امتى آخر مرة حسينا بالملل بجد؟ ولما بقول ملل أنا مش قصدي اللحظة اللي بين فيديو والتاني، لا، أنا بتكلم عن الملل الحقيقي العميق اللي بيخلينا لوحدنا تماما مع أفكارنا. غالبا الإجابة صعبة، صح؟ وده لأننا خلاص بقينا مبرمجين نهرب من الإحساس ده، بنجري منه، بنستخبى، كأنه وحش بيطاردنا ومش عايزين نواجهه. احنا بنتعامل معاه كأنه مرض بالظبط، وبنخاف من الفراغ اللي بيجيبه معاه. فكروا فيها كده، أسوأ وصف ممكن يتقال عن فيلم أو كتاب أو حتى شخص هو إيه؟ إنه ممل. الكلمة دي لوحدها حكم بالإعدام. طيب ليه بقى بنهرب منه بالشكل ده؟ ليه الملل بيوجع قوي كده؟ الحكاية مش مجرد إحساس نفسي وخلاص، الملل ده عامل زي إنذار الحريق في المخ. العلماء لقوا إن المناطق في مخنا اللي بتنور لما نحس بألم جسدي هي نفس المناطق اللي بتنور لما نحس بالملل. يعني المخ بيصرخ فينا وبيقول لنا الحق، في حاجة غلط، لازم نتحرك فورا. طب تفتكروا ممكن نوصل لفين عشان نهرب من الإحساس ده؟ في تجربة اتعملت بصراحة نتائجها صادمة، وبتورينا بالظبط إحنا مستعدين نعمل إيه عشان ما نبقاش زهقانين. اختيار كان بسيط جدا ومخيف في نفس الوقت. قدامهم حاجة من اتنين: يا إما يقعدوا في أوضة فاضية لوحدهم تماما مع أفكارهم وبس، أو يدوسوا على زرار وبكل دوسة يكهربوا نفسه. متخيلين النتيجة؟ أغلبية الناس اختارت الألم، اختاروا يكهربوا نفسهم بدل ما يقعدوا دقيقة واحدة زيادة مع نفسهم. الموضوع مرعب شوية لو فكرنا فيه، إننا ممكن نفضل الوجع الحقيقي على الفراغ. النهاردة بقى زرار الكهرباء ده بقى في جيب كل واحد فينا، الموبايل. أي لحظة فراغ، ثانية واحدة بس من الملل، في طابور، في إشارة، إيدينا بتروح على الموبايل تلقائيا. هو ده الهروب السريع بتاعنا. بس لحظة واحدة، يمكن كل الهروب ده غلط؟ يمكن وإحنا بنجري من العدو ده بنفوت على نفسنا فرصة، قوة جبارة مستخبية جواه؟ السؤال ده هو اللي خلى مجموعة باحثين سنة 2014 يعملوا تجربة عشان يجاوبوا عليه. يا ترى الملل ممكن يكون هو المفتاح اللي بيفتح باب الإبداع؟ التجربة كانت فكرتها بسيطة قوي. جابوا ناس وقسموهم، مجموعة خلوهم يعملوا أكتر حاجة مملة ممكن تتخيلها، يفضلوا يقروا وينقلوا أرقام تليفونات من دليل، ومجموعة تانية عملت حاجة أقل مللا شوية. وبعد ما خلصوا حطوا المجموعتين قدام نفس الاختبار الإبداعي. التحدي كان إيه؟ بسيط، قول أكبر عدد ممكن من الاستخدامات المختلفة لكوباية بلاستيك. والنتيجة بصوا كده على الرسم البياني ده، شايفين العمود الطويل ده بتاع مين؟ ده بتاع المجموعة اللي كانت بتعمل المهمة المملة جدا، طلع أفكار أكتر وأكتر إبداعا من أي حد تاني. يعني الملل مش بس ما قتلش إبداعهم، ده حرفيا هو اللي ولعه. وده بالظبط اللي بيفسر ليه أحسن أفكارنا بتجيلنا في أماكن غريبة، وإحنا سايقين أو تحت الدش أو أول ما نحط راسنا على المخدة. دي اللحظات اللي مخنا بياخد فيها إجازة من المشتتات، بيبدأ يسرح، يربط حاجات ما كانش ليها علاقة ببعض، وفجأة تطلع الفكرة. طيب، كلام جميل. إزاي بقى نحول الكلام ده لحاجة عملية نعملها في يومنا؟ الموضوع أبسط مما نتخيل، وممكن نلخصه في 3 خطوات. أول خطوة، ودي الأصعب يمكن، سيب الموبايل، اركنه على جنب. تاني خطوة، اقعد متعمدا من غير ما تعمل أي حاجة خالص لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، أيوة بالظبط كده، ولا حاجة. سيب مخك يروح ويجي. تالت خطوة، أول ما المدة دي تخلص ادخل فورا على الشغل أو المذاكرة الصعبة اللي كنت مأجلها. صدقوني النتيجة هتفاجئكم، هتلاقوا المهمة اللي كانت تقيلة على قلبكم دي فجأة بقت أسهل، وممكن تستمتعوا بيها كمان، كأن الملل ده عمل ريستارت للمخ وجهزه عشان يدخل في مود التركيز العميق. وهنا لازم نغير نظرتنا لمصطلح الوقت الضايع. يمكن الوقت اللي بنبقى فيه مش بنعمل حاجة ده هو في الحقيقة أكتر وقت إحنا منتجين فيه. زي ما الكاتب أوستن كليون قالها بالظبط، المبدعين محتاجين وقت يقعدوا فيه وما يعملوش أي حاجة. فالخلاصة إن الملل ده مش حفرة سودا بنقع فيها، لأ، هو أشبه بالأرض الفاضية، الأرض الخصبة اللي مستنية بذرة فكرة عشان تنبت وتكبر. هو ممكن يكون بداية لكل حاجة حلوة في حياتنا، بس بشرط إننا ما نخافش منه. وهنا هنسيبكم مع سؤال تفكروا فيه: إيه أطول مدة قدرتوا تقعدوها مؤخراً من غير أي مشتتات، من غير موبايل، من غير تلفزيون، لوحدكم بس مع أفكاركم؟ الإجابة ممكن تكون بداية التغيير، لأن الملل زي ما شفنا مش مشكلة، ده قوة مستنية بس اللي يكتشفها.